المصريين أهل الكرم، وده باعتراف دولي. مؤسسة تشاريتيز ايد فاونديشن بتعمل تقرير اسمه تقرير العطاء العالمي، وبتقيس الناس في كل بلد بيتبرعوا بقد ايه من فلوسهم. كل سنة بتنزل التقرير ده، والمفاجأة جت في آخر إصدار إن مصر جت في المركز الثاني في العالم. مفيش بس غير نيجيريا هي اللي سبقتنا وكانت رقم 1. طيب بيقيسوها ازاي يعني؟ هما بيجمعوا كل فلوس التبرعات خلال السنة اللي بتروح للجامعات الخيرية، المدارس، المستشفيات، الملاجئ، ويجمعوا المبلغ كله ويقسموه على متوسط دخل الفرد في البلد. فالتقرير بالأرقام بيقول إن المصريين بيتبرعوا تقريبا بنسبة 2.5% من دخلهم الشهري. والغريب إن أغنى الدول في العالم كانوا بخلة. ألمانيا مثلا بيتبرعوا بنسبة 0.5% من دخلهم الشهري. اليابان بيتبرعوا ب0.16%. يعني كده الكرم موجود في المصريين طول عمرهم، مش محتاجين مؤسسة تعترف بده. وهو مش بيطلع على هيئة تبرعات بس، ده بيمشي بين الناس. الراجل اللي بيدخلك بيته ويشربك شاي وهو مش عارف أصلا هيعدي باقي الأسبوع إزاي. الست اللي تطبخ آخر حتة لحمة عندها علشان في ضيف جه والضيف لازم يتكرم. والأخ اللي مسافر بره اللي بيبعت فلوس أكتر من اللي يقدر عليها عشان في حد في بيته محتاج. مفيش عقد، مفيش مقابل، بس ناس شايلة بعض عشان دي طبيعتهم. ده أقوى نظام مالي في مصر مكمل طول السنين، من غير ميزانية ومن غير رقابة ومن غير مجلس إدارة. ورغم كل المشاكل اللي بتحصل، تعويم، تضخم، حروب، الأسباب بتتغير كل مرة، لكن النتيجة واحدة، إن الناس شايلة بعضها. 120 مليون إنسان عمالين يستحملوا صدمات ورا بعض، بس لسه واقفين ولسه بيدوا من فلوسهم وبيتبرعوا بيها. ناس شايلة البلد على كتافها، وهيفضلوا أهل كرم، وهيفضلوا يقولوا لك تعال اشرب شاي.